اهلا بيكم في اولى حلقه 5 كوره. معاكم احمد الشبيني. طيب هو الكوره بيتم تطويرها ولا بيتم تحويرها؟ بمعنى من ساعه ما انا وانت وعينا على الكوره والتغييرات ما كانتش كبيره تقدر تقول انها ما بتغير الرياضه نفسها. الجون بقاش يمسك الكوره وعارفين سبب من اسبابها ايه. من 1990 عندك الووتر بريك اللي اتضافت ساعه الكورونا، عندك من 3 لعيبه ل5 لعيبه اللي غيرت من التاكتكس بتاعت المدربين وقدر ان هو يتيح فرصه كمان للناس تخش، من ان كره لمسه اليد اصل هي خارج جسم، خارج محيط الجسم، جوه محيط الجسم، ايده ثابته ما كانش مقصوده، الى الان تختلف فيها الحكام كتير. اخيرا كان الفار. كل ده ما تقدرش تقول ان هو غير الكره تماما، ولكن غيرت الى حد ما. عندك قانون احتمال كان حاجات هتكلم معاك النهارده منها الكارت الازرق. الكارت الازرق ده بيقول لك ايه؟ الكارت الازرق ده ما بين الكارت الاصفر اعلى منه شويه واقل من الكارت الاحمر. معناه ايه يا عم شبيني؟ معناه ان اي لاعب الحكم شك ان هو قاصد يخش حاجه خطيره زي كره مثلا كليني او توقيف لعب او بوظان لعب زي كره كليني قدام ساكا في 2020 اليورو، كرة زي دي ياخد عليها كارت ازرق. بس اختلفت الاقاويل، يعني كرة فالفيردي ساعة موراتا ياخد عليها كارت ازرق. فلسه القانون مش موضح. الكارت الازرق بيقول لك ان لما اللاعب ياخده اللاعب يخرج حوالي 10 دقايق خارج المباراة، زي خروج مؤقت. انا عارف انت فكرت في ايه، نفس فكرة كرة اليد لما الحكم بيدي طرد دقيقتين. طب دي هتغير ايه؟ هتغير كتير. دي هتغير من اللعيبه، ده حتى المدربين كتير اختلفوا عليها، منهم كلوب لما قال ان حتى قراراتكم في اخر سنين ما كانتش حكيمه. طب هي هتغير ايه؟ هتغير ان اي فريق هيخرج منه اللعيبه، هيخرج منه اللعيب ده واخد كارت ازرق، هيفضل يبص الكوره لمده 10 دقائق، هيلعب لعب مميت، لعب زي ما بنقول عليه في مصر لعب عقيم، لعب مش ممتع ليا وليك كمشاهد. فاختلفت قوي الناس لحد ما انفانتينو امبارح قال يا جماعه احنا هنوقف حاجه زي دي واحتمال كبير مش هتطبق. بس لو اتطبقت، طب ما احنا عندنا قانون تاني بتاع ارسن فينجر اللي احتمال بالفعل هيطبق از بير كول.com 2024 2025 الموسم الجاي، اللي هو زي ما انت شايف بالظبط. التسلل مش بسنتي ولا بملي، لا، المهاجم لازم يبقى متقدم عن المدافع، اخر حته من المدافع المتقدمه منه اخر حته من المهاجم لازم تبقى متقدمه عنه. اللي هو طب الجوان اللي احنا اتفرجنا عليها زمان اللي متقدم شويه اللي اختلفت فيها الناس، كل دي جوان، كل دي انت كنت تتفرج عليها بقى كرة تانية. فالقانون ده لو برضه اتفعل هيغير حاجات كتير قوي. هيغير ان الكور هتبقى اسهل شوية، مش هيبقى فيه تسلل زي ما انت متخيل. هيبقى الموضوع في خصوصا في الفاولات هيبقى الاوفسايد قليل قوي. طيب لو قررنا ان احنا نثبت قانون زي ده، ما نثبت بقى قوانين او نفعل قوانين هنري. ايه هي قوانين هنري؟ قوانين هنري السنة اللي فاتت يوم ما تعين كينج هاري ملك انجلترا قالوا لهنري انت ملك كرة القدم، اخترع ما بدك، اعمل اللي انت عايزه. فلبسوه التاج وحطوا له العمه زي ما انت شايف كده وقالوا له يلا عيش. قال لهم اول قانون هقوله ان اي فريق هيجيب 3 اجوان هياخد نقطه اضافيه. هقول لك مثال بسيط على الدوري المصري السنه دي، ماتش بلديه المحله وزد اللي خلص 3-3 وكان من امتع الماتشات في الدوري. الفريق مش هياخد نقطه، كل فريق هياخد نقطتين. طب يا عم شبيني انا كمشاهد استفدت ايه؟ استفدت ان دلوقتي الفرق بقت متحمسه انها تجيب اجوان اكتر، وانا وانت كمشاهد احلى حاجه بتمتعنا الاجوان. فاي فريق هيبقى خسران 4-2 طب ما نلعب اكتر ونحاول نجيب جون الثالث ان احنا ناخد نقطه اضافيه. ننقل على القانون الثاني. القانون الثاني من قوانين هنري بتقول لك ان لو الحكم شاف حاجه تقدر تقول المنافس او الفريق اللي معاه الكوره بيضيع لعب، بيضيع وقت، بيعمل لعب عقيم، كارت ازرق متاخد او حاجه فبيضيع وقت، الحكم من حقه ان هو ياخد الكره من هنا ويديها للمنافس من هنا. حس ان هو قوانين هنري كانت ماشيه او متنبئ على قانون الكارت الازرق، بس دي هتدي اتاحه اكتر للحكام ان هو يتحكم في ايقاع اللعب. فهنا جه القانون الثالث لقوانين هنري بيقول لك لو الحكم خد قرارات مثيره للجدل او حاجه تختلف عليها الناس، حضرتك ملزم انك تشرفني في المؤتمر الصحفي وتوضح لنا القوانين دي اتخذت على اساس ايه. فتحس ان القوانين ماشيه مع بعض. بس القوانين الكتيره اللي انا عمال اقولها لك دي، هل هي في صالح كره القدم؟ هل ده احنا كده بعد 20-30 سنه هنشوف باتش جديد، هنشوف ابديت جديد بقى خالص، نتفرج على كره قدم جديده؟ فياريت لو انت واصحابك شايف ان انت برضو في قانون عمال فاكر ان انت ممكن تقتنع او يعدل من كره القدم او نستمتع بيه، اكتب لي في الكومنتس. لو في حاجه شايف انها مش منطقيه خالص اكتب لي برضو في الكومنتس. عجبك الفيديو اعملي لايك، لو حابب تشوف اكتر اعمل سبسكرايب. ودي كانت نهايه حلقتنا واشوفكم في حلقه جديده. مع السلامه.